اوفر ثينكينغ ولا التفكير الزائد، هذه مشكله اللي بزاف الناس ولاو يعانوا منها في السنوات الاخيره. شو السبب ولا الاصل تاع هذه المشكله وكيفاش نتخلصوا من هذه المشكله؟ طبعا هذا جواب على واحد التعليق جاني في احد الفيديوهات، قال لي دير لنا فيديو على الاوفر ثينكينغ. ها هو الفيديو الا تفرج فيه، ديديكاس ليك. المهم اسونسيال، خلينا نبدا. اولا غادي نعرفوا ما هو السبب الاساسي للاوفر ثينكينغ او التفكير الزائد. السبب الاساسي هو انك ماكش تقعد بزاف مع نفسك، ماكش ماكش تعطي وقت لنفسك. فهمني؟ راك تو باريزون نهار كومبلي وانت مع التليفون، تقلب انستغرام، تقلب تيك توك، تقلب فيسبوك، تقلب يوتيوب. غير تقعد صاي، غير تقعد باريزون تروح تقرا، تعاود تجي غير تقعد، تقعد قاعد التليفون، تقعد تسكرولي وتكونيكتي من. جامي خليت لنفسك، جامي خليت وقت لنفسك، وقت تسأل فيه نفسك، تفلسف فيه مع نفسك، فهمت؟ تهضر فيه مع نفسك الا في الليل. عندك غير في الليل اللي زعما قبل ما ترقد تقعد تخمم بزاف. فهمني؟ سوفا هذا هو السبب الاساسي تاع المشكله، هو انك ماكش تعطي وقت لنفسك، ماكش تعطي وقت تقصي فيه نفسك. شو الهدف تاعي؟ ما هو المغزى من هذه الحاجه اللي درتها؟ هذاك البروبليم الفلاني على صرالي منا فهمني؟ مام يعني الامثله تاع هذه على الاوفر ثينكينغ. فور اكزومبل صاحبك تهضر معاه كلمه ولا زوج، تقعد توسوس، تقعد تقول باللي ما ردش عليا. فور اكزومبل راك تبعث له ميساج، تلقاه ما ردش عليك، تقول هذا مالا هذا، واقيلا قلت له حاجه ماشي مليحه، واقيلا كومونتير كان ماشي مليح. ولا بار اكزومبل في الليسي ولا هكا في الليكو ولا الجامعه ولا مش حاصين شغل، تشوف بار اكزومبل فيك طفله، بار اكزومبل تشوف فيك نظره شابه، تقول هذه وقيله تبغيني، هذه وقيله منا، هذه وقيله منا. تشوف فيك نظره ماشي شابه، تقول هذه وقيله مانيش مليح اليوم، وقيله مانيش لق نريق الروحيه، لق منك. فهمني؟ وغادي ياكل فيك داك الوسواس. فهمني؟ ومام كي صار لك مشكله، سورتو كي صار لك مشكله، عباك كي صارت مشكله، ما تبغيش تخرج من راسك. فهمني؟ بصح علاش العقل تاعنا يدير كيما هكا؟ علاش توجور نقعدو نخمو بزاف؟ علاش توجور؟ انت العقل اللي عطاه لنا ربي سبحانه وتعالى مصمم لاجل البقاء. فهمني؟ تما يقعد يخمم. باغ اكزومبل الانسان البدائي، باغ اكزومبل غير يسمع شجره تحركت، يشوف زوج ضواو هكا ع- يعني زوج ضواو مضيئين، يحس بالقلق. فهمني؟ يحس باللي كاينه حاجه. هاي يقعد يتوقع، يقول الا سباع نهرب، الا نمر في حات له منا، الا دب اش ندير له، الا حيوان نصيدك. فهمني؟ الانسان البدائي كان عايش كيما هكا، كان شغل كان شغل توجور عايش من مود البقاء. فهمني؟ توجور يتوسوس، دائما عنده الوسواس، طاف 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 طاف. جاي هذاك الوسواس يقتلو. خاص باغ اكزومبل الشجره يتحرك، يروح يفيريفي شكاين، يلقى ما كان والو، راح على الوسواس. ولكن في العصر تاعنا هذا الحالي، مولاش كاين ولا نعيشوا في الراحه والامان. تم العقل تاعنا ولات المشاكل التافهه، ولات تعمره. فهمني؟ ولا صرنا معمرين بالمشاكل التافهه. شو الحل تاع هذه المشكله؟ الحل النهائي، صار النهائي. باغ اكزومبل انا هادو الايام الاخيره صارت لي مشكله، وقعدت نخمم فيها في الليل في النهار، في الليل في النهار، في الليل في النهار، ما طقتش، لدرجه انه ما خلتنيش نرقد. مش ما خلتنيش نرقد، ولا تفيقني في الليل بالخلعه وكاع. ف انا عاقل صليت المغرب، قلت انا ماشي عاطي وقت لنفسي. رحت وقعدت، جلست في الارض، قعدت في الارض، خاطش الانسان يحس بالامان كي يقعد في الارض، خاطش حنا مخلوقين من تراب، تقعد في الارض، الارض مخلوقه من تراب، الارض هي شغل تراب تماك فاهم. يعني هي عندها علاقه. فهمني؟ قعدت هكا مع روحي، بديت نحل في المشكله. انا على راني نخمم في هذه الحاجه، هل هذه حاجه تضرني مستقبلا؟ لا. هل هذه الحاجه تستحق اني نعطيها من التفكير تاعي لهذه الدرجه؟ لا. هل هذه المشكله تستحق نبحث لها على حل؟ لا. اذا هو نبحث عن الحل. بس هذه هي.
المشكله تاعك سكو هذا الوقت نورمالمون تعطيه لنفسك، انت ماكش تعطيه لنفسك، راك تضلي مع السوشيال ميديا، فهمني؟ وصاي غير تحط التليفون تبدا تقعد تخمم اوفر ثينكينغ، ولا صاي غير تبغي ترقد فهي تقعد غير اوفر ثينكينغ فهمني؟ هذا واحد تاع المشكله. واني نعطيك كاين كيما يقول لك حنا في السبور ولا في المسكيلاسيون لا، عندنا الماكله وعندنا لي سيبليمون. انا هذا غادي نعطيك لي سيبليمون، فهمني؟ هذا هو الحل الرئيسي تاع المشكله. باش تقدر تزيد دعم هذا الحل، باش تقدر تخلي باش تقدر يعني هذا الحل تدي منه اعلى افكت، يعني تحل المشكله شغل بجوده عاليه، ولا مش عارف كيفاش يقولوا لها. ننصحك بثلاث العادات: سبور، مديتيشن، جورنالينغ. اكد لي على الجورنالينغ وقبل ما ترقد. صحيح الجورنالينغ اللي هو كتابه المدونات، والمديتيشن ما تعرفش تامل. كتابه مدونات علاش تسحقها؟ باغ تصرى لك ديك المشكله، خممت فيها، حليت ديك المشكله منك فاهمني؟ بس بقى لك واحد الشويه هكاك تخمم فيها، شو تروح دير ديك الشويه تروح تكتبها في الكراس، تروح تكتب باللي هذه المشكله الفلانيه الحمد لله صارت لي في اليوم الفلاني وحليتها بالطريقه الفلانيه، ولا اكتشفت باللي لا تستحق اني نحلها، ولا لا تستحق اني نخمم في ديك التخمام. تبلع الكاي تحطه تروح ترقد سيها. ماكش ماكش متاكد سيها. انا ما نضلكش حاجه مش مسيها، انا راني مسيها فاهمني؟ انا ما نضلكش حاجه مش مسيها، انا هذا الصوالح اللي نقولوا لك مسيهم كاع فاهمني؟ وخلاص هذا هو الفيديو، مش بغي نطول بزاف الفيديو في طلع مشاهدات الصوالح وكاع فاهمني؟ صور دي قيمه من هذا الفيديو. وطبعا كان جاوب هذا الفيديو جاوب على واحد الكومنت جاني في احد الفيديوهات. ان شاء الله اخويا تكون ديت الحل من المشكله، ديت الحل وسيته، وان شاء الله يعني تحل مشكله اوفر تيكينغ. وان شاء الله اي انسان يكون فرج هذا الفيديو يكون حل، يعني يحل يطبق واش قلت له ويحل مشكله هذا الاوفر تيكينغ. واذا ديت قيمه من هذا الفيديو ما تنساش تحط لنا كومنت، يعني كومنت، وتعطيني هكا كاش سؤال عندك، كاش فكره تاع فيديو ندير انا راني قاعد باش ندير لك فكره، باش نجاوب لك على هذاك السؤال في فيديو. ما تنساش دير لنا لايك وسبسكرايب ودير لنا تعليق. السلام عليكم.